يعني ايه يا راجل يا محترم يا ابن الاصول، يا راجل اللي تتحط على الجرح يطيب، مراتك تبقى شايلاك في عينيها وعلى دماغها من فوق وقايمه بكل طلباتك، ولما ربنا يبتليها بشويه تعب ولا شويه مرض تبيعها. يا راجل اتقي ربنا، يا راجل ده ربك سبحانه وتعالى يقول: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني خدمت وشالت وهننت ودلعت وجريت وشاركت وعملت كل اللي تقدر عليه. هو انت بعيد عن المرض؟ والله العظيم انت بعيد عن المرض. هل انت فعلا يعني انت ضامن تعيش حياتك الابديه اللي انت هتعيش فيها 1000 سنه ولا 1200 سنه دول من غير ما تبقى مريض؟ ما انتش ضامن ان انت تتعب النهارده، ان انت يجيلك ابتلاء النهارده، ما انتش ضامن ان الاجل اصلا كله ينتهي النهارده دلوقتي حالا. يعني ايه؟ انا مذهول. اللي انا بتكلم في موضوعه ده هو عارف انا بكلمه، انا عارف ان كل حد على الراس واضحه بيحس عليه، انت عارف ان الموضوع ليك. يعني ايه مراتك تتعب ترميها ما تصرفش عليها جاي لها كلام من كل الدنيا ان انت فعلا داخل على زواج والدنيا تمام التمام والحياه؟ يعني ايه؟ اهملك في ايه؟ لا هملك معاك ولا هملك مع عيالك ولا هملك مع والدتك ولا هملك مع حد. لكن المرض ده لا انت كبير عليه ولا هو بعيد عنك ولا هو ممكن يجي لاي حد، ليا ليك لاي حد، فما حدش مضمون. الحياه نفسها مش مضمونه. حاول تراجع نفسك. اي بني ادم، الموضوع مش على حد معين كمان يا جماعه، اي بني ادم هيهمل مع حد. ممكن الكلام ده يبقى بالمقلوب على فكره. ممكن تبقى واحده زوجها عمل معاها اللي ومجرد ان يعيه ترميه وترمي ولاده، وده حصلت والله. رماته ورمت ولاده وهو مريض مشلول وراحت هربت مع واحد تاني. فالحياه ما تنفعش كده. لابد نكون حاطين ربنا قدامنا في المرتبه الاولى. يعني اللي خدم معانا يوم واللي جري معانا واللي تعبت معانا او اللي تعب معانا، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما يرضاش بالامر ده ابدا. لابد احنا نري ربنا من انفسنا خيرا. احنا كده بنتك قوي، الامر مش حلو. اي حد معاه واحده تتقي الله فيه، خاف عليه، بتسهر على راحته، قايمه على شؤونه، جدع مع اولاده، جدع مع اهله، يحافظ عليها. يحافظ عليها مش طول ما هي حلوه، مش طول ما هي بتخدم. لا 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 لا، ده البني ادم بيبان وقت الحوجه بقى. وقت الحوجه، وقت ما مريضه يبان معدنك. وانتي وقت الراجل ما هيرقد، وقت ما هيتعب، وقت ما هيرجع لورا، وقت ما هيخسع سواء ماديا او بدنيا هيبان معدنك. انما طول ما الراجل تمام وصحته تمام وجنيه تمام، انت تحت رجليه من عارف. لكن هيبان معدنك امتى؟ لو الدنيا لعبت معاه، لو الدنيا جابته ورا شويه، الجنيه قل منه او المروه قلت منه، هيبان معدنك. فحاولي تخلي اي حد يشوفك في الوقت ده يقول ربنا يبارك للي رباك. وانت حاول طول ما عندك واحده مريضه شافت كل امورك طول ما هي كانت حلوه، خلي اي حد يقول لك الله يبارك لك، ربنا يعوضك بالخير، ربنا يبارك لك في اولادك. والله ربنا فعلا هيبارك لك، هيبارك لك في اولادك. لو البركه دي اقلها انت مش هتمرض، مش ان يجي لك بالالوفات، يعني اقلها لو مش هتمرض. فهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ فحاولوا تجمعوا ما تبقى من مشاعر طيبه ونألف بين بعض ونرمي الشيطان ورا ظهرنا ونتك عليه حبتين، لان هو كده غالبنا. السلام عليكم.